بعد أن جرت العادة أن تؤدي البطاقات الصفراء والحمراء إلى مغادرة لاعب أرض الملعب أو حرمانه من المشاركة في مباراة لاحقة، يدخل المونديال الروسي التاريخ بعد تسبب البطاقات الملونة التي يشيرها الحكم في وجه اللاعبين في مغادرة فريق بأكمله للبطولة. المنتخب الياباني وصل إلى الدور الثاني بأفضلية اللاعب النظيف عن منتخب السنغال بعد تساوي المنتخبين في النقاط والأهداف وحصول لاعبي اليابان على عدد أقل من البطاقات الصفراء، خطوة لاقت انتقادات واسعة خاصة مع اتهام المنتخب الياباني بعدم اللعب بشكل فعال في آخر مبارياته لتجنب حصول لاعبيه على بطاقات ملونة قد تحرمه من التأهل. الاتحاد الدولي لكرة القدم دافع عن هذه الخطوة التاريخية. كولين سميث المدير التنفيذي للبطولة قال إن معايير اللاعب النظيف للتأهل من الدور الأول سيتم مراجعتها، إلا أنه أضاف أنه ما من سبب يستدعي تغييرها لأن الغرض منها هو تجنب إجراء قرعة لتحديد المتأهل. وبوصول البطولة إلى مراحل الحسم يترقب عشاق كرة القدم مواجهات لا تقبل القسمة على اثنين، وستؤجل النقاشات حول البطولة ما لها وما عليها إلى ما بعد انتهاء المونديال الروسي.